بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بداية موسم الإنتاج يتم تجهيز أو بدأنا بتجهيز الأقفاص الخاصة بالإنتاج أو التزاوج. طبعا المرحلة القادمة يتم إخراج الذكور والأناثي من السلاكة، ويتم تنسيقها وترتيبها حسب ما يراه المربي مناسب من تناسق في الألوان وهكذا. ننتقل إذن إلى السلاكة. هذا الآن السلاكة، نقوم بإخراج الطيور منها بعد قليل بإذن الله تعالى. دخلنا للسلاكة الآن ونقوم بمسك الطيور وذلك لترتيبها وتنسيقها في الأقفاص استعدادا للإنتاج والتزاوج بإذن الله تعالى. مرة أخرى نعود إليكم. تم مسك الطيور، طبعا ما شاء الله يعني الطيور بألوان مميزة وبإذن الله ألوان طبيعية. نقوم بتوزيعها الآن على الأقفاص وتنسيقها بشكل جميل حتى تنتج فراخ بإذن الله تعالى بمستواها أو بأفضل. ننتقل إلى مرحلة التوزيع. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إليكم مرة أخرى. تم الانتهاء ولله الحمد من ترتيب ووضع الذكور والأناثي في الأقفاص الخاصة بالإنتاج. أصفر ما شاء الله، كذلك جزري الغامق والبناني مع موية الورد. هنا جوز جزري بالإضافة إلى حب الرمان المعروف، كذلك هنا جوز جزري غامق أحمر رصاصي أيضا سوري، كذلك لا ننسى هنا جوز جميل وهو الكموني أو العشق لنا ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.